السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. زي ما انتم شايفين كده هنبتدي يومنا أو الفيديو بتاعنا. شايفين خلية النحل الجميلة دي هنعملها مع بعض كده وهنشوف طلعت بالجمال دوت ازاي. عملتها كده ممكن تعمليها وجبة فطار وجبة عشاء، بجد جميلة جدا زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، بجد يعني كان طعمها تحفة. وكمان قدمنا حاجات بسيطة معاها زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. يا رب تنال اعجابكم. يلا بينا كده مع بعض نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونشوف روتيننا بدأ ازاي. اول حاجة هنبدأ ان احنا نجهز الخلية بتاعتنا. انا هنا عندي 4 كوبايات من الدقيق، حطيت عليهم رشة من الملح، يعني حاجة بسيطة كده ما بين صوابعك. ما تحطيش ملح كتير، هي حاجة بس بسيطة كده سنة. تمام. وعندي هنا كيس خميرة بمقدار معلقة من الخميرة، يعني يا اما تحطي معلقة كبيرة من الخميرة او كيس خميرة زي ما انت شايفة معايا كده. واحط كمان معلقتين من السكر حبيبات عادي، مش سكر بودرة، سكر حبيبات عادي. تمام. زي ما انتم شايفين معايا كده، انا بنزلهولكوا بالراحة عشان تاخدوا بالكم ان هو سكر حبيبات زي ما انتم شايفين اهو بالشكل دوت. دي كل المواد الجافة بتاعتي، سكر، خميرة ورشة من الملح. تمام يا بنات. بعد كده هبتدي ان انا انزل مع مقدار معلقة من الخل. الخل دوت محسن طبيعي، ما بي يعني طعمه ما بيظهرش ولا اي حاجة، وما تقلقيش منه، بس هو محسن طبيعي. حطيت كمان ربع كوباية من الزيت، مقدار ربع كوباية من الزيت. والكوباية اللي عيرتي بيها الدقيق هي تعايري بيها الزيت، هي تعايري بيها كل حاجة. تمام، عشان نبقى متفقين سوا. هنا بقى عندي بيضة، اخدت البياض وعينت الصفار للوش، لدهان الوش. تمام. يبقى انا كده حطيت معلقة من الخل، ربع زيت، بياض بيضة، والصفار شلناه للوش. تمام كده. بعد كده هبتدي ان انا انزل. ممكن تعجني بمية، ممكن تعجني برايب، ممكن تعجني بزبادي، ممكن تعجني بلبن او حليب. المتاح عندك يا بنات عادي، اي حاجة اي حاجة متاحة عندك تعجني بيها. انا هنا طبعا عندي رايب، فانا بعجن برايب يا بنات زي ما انتم شايفين معايا كده. فانا بنزل واحده واحده، ما بعتمدش ان انا انزل كميه كبيره، عشان طبعا اشوف العجينه بتاعتي. بفضل انزل لحد ما بتاخد المقدار المطلوب. ما بعايرش ليه؟ لان في دقيق بيشرب سوائل وفي دقيق ما بيشربش، فانتي اجهزي بالمواد الجافه وانزلي بيها. تمام. وبعد كده انزلي بالسوائل واحده واحده. هنا قربتلكوا عشان تاخدوا بالكم من ملمس العجينه. بصوا يا بنات، انا وانا بعجن فيها زي ما انتوا شايفين كده بتلم لوحدها، طبعا هي لسه ملزقه في ايدي، فببدا ان انا عماله بقى اعجن فيها عشان المها من الطبق. هفضل اعجن فيها كده لحد ما الطبق بتاعي ينضف خالص. كده اعرف ان انا خلاص العجينه بتاعتي اتلمت وبقت جميله واتخدمت وخدت العجن المظبوط. زي ما انتوا شايفين معايا كده. بصوا، شايفين العجينه عامله ازاي؟ والطبق بتاعي اللهم بارك يعني نضيف خالص اهو. زي ما انتوا شايفين دعكت بس كده الارضيه بتاعت الطبق، وكمان وش العجينه بمسحه من الزيت وغطيتها وسبتها علشان تخمر. تمام. بعد ما اختمرت معايا بنات بالشكل دوت زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك. بصوا، اختمرت معايا. طبعا الجو حر فما تسيبوهاش كتير، عشان لو زاد عليها الاختمار هتحسوا ان هي زي العجينه كده زي ما تكون سايحه. تمام. هنا بوريكم ان الصينيه اللي انا هقطع فيها الخليه بتاعت النحل دهناها كده بمسحه من الزيت. تمام. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده بقطعها كور، وابدا ان انا المها كده واقفلها واعملها زي سره، زي ما انتوا شايفين كده معايا بالشكل دوت. واروح حطها في الصينيه اهو. بصوا شايفين الجمال، بجد تحفه، ملمس العجينه خطير. فزي ما انتوا شايفين كده حاولي ان انت تغيري في وصفات الفطار. مثلا زي ما انا قدمت معاكم النهارده او هقدم معاكم النهارده خلية نحل، بلح، عجوة بالسمنة، حطيت جبنة رومي، حطيت لانشون، عسل، شيبسي، جبنة وقشطة. وتبقى مثلا وجبة فطار أو عشاء. مثلا هنحط مثلا برضو نعمل كيكة وشاي بلبن أو لبن للأولاد برضو، وبيض وجبنة ولانشون وجبنة رومي وحبة مخلل أو زيتون. يعني الحاجات دي كلها تغيير. احنا طبعا مصريين متعودين على الفطار الشعبي اللي هو الفول والطعمية والبطاطس المحمرة والبتنجان والكلام ده. بس حاولي من وقت لآخر كده ان انت تغيري، تجددي، يبقى الواحد يبقى بيشتاق للحاجة. دايما تحاولي تغيري في وجباتك اذا كان فطار او عشاء او غدا،
لما تغيري فيها لما تيجي تعملي اي حاجه مثلا، والله لو هتعملي شويه فول تيجي تاكليهم، بتحسي كده ان انتي لا جايين في بقك كده مسكرين كده، وتحسي لا في تجديد، يعني في تجديد في الاكل، ومشتاقه للحاجه. التغيير مطلوب في كل حاجه، فانت لو عملتي كده حاجات سهله وبسيطه وفي نفس الوقت يعني حلوة حلوة وبتحسن المود كده، تحس ان انتي ايه ده، يعني فطار حلو كده او عشاء حلو، فبتبقي مبسوطة كده وانتي بتاكلي، وبيبقى تغيير بالنسبة لك، والاولاد كمان بيتبسطوا من الحاجات دي. فهنحاول احنا كده ايه نغير وفي الوصفات بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت الكمية كلها كور كور كور، وعملتها بالشكل دوت على شكل خلية. سبتها بقى، غطيتها، سبتها عشان ايه تتخمر. اختمرت معايا شويه، عندي هنا صفار بيضه، هبدا ان انا ادهن الوش بتاعه تمام زي ما انتم شايفين كده، بس ايدي تبقى خفيفه، يعني ايدي ما تضغطش جامد عشان ما هبطش الاختمار اللي احنا طبعا سيبناها تختمر تاني بعد ما قطعناها، ما نهبطش الاختمار وتخش الفرن بقى ما تعلاش معانا وما تبقاش حلوه. لا، لازم ان احنا ايدينا تبقى خفيفه خالص عشان ما نهبطش الاختمار فيها، بالراحه كده مسحات بسيطه، ونحاول ان احنا نكون مغلفين الكور كلها بتاعه الخليه داير ما يدور بصفار البيض. ممكن تعملي لبن حليب يعني من غير البيض. في ناس بتحسس او مثلا بتبقى متضايقه من ريحه الزفره بتاعه البيض، بس عايزه اقول لكم انا حطيت عليه كيس فانيليا ومعلقتين لبن، بجد مفيش زفاره خالص ولا اي حاجه، وطالما حاجه استوت ما بيبقاش ظاهر فيها طعم البيض ولا ريحته. تمام. المهم يا بنات، فانا بقى جيت عملته كده زي ما انتم شايفين ان انا دهنتها داير ما يدور. ممكن بقى انا ما حشتهاش حاجه، انا خليتها ساده علشان انا كنت عاملاها وجبه فطار زي ما انتم شايفين كده، بحيث ان انا ايه اغمس بيها جبنه عسل، اعملها كده سندوتش احط فيها لانشون جبنه رومي، فاهميني بالشكل ده. فانا ما حشتهاش حاجه، لكن انت ممكن تحشيها جبنه، وممكن تحشيها شوكولاته، ممكن تحشيها مربى، الحشوه اللي انت بتحبيها وبتفضليها ممكن تحشيها طبعا. المهم ان انا جيت بقى يا بنات بعد ما مسحتها كده بالبيضة، دهنت وشها يعني بالبيض، حطيت عليها حبة البركة وكمان سمسم زي ما انتم شايفين كده. انا بحب ان انا اعملها بصراحة بحبة البركة والسمسم، بتبقى جميلة وخطيرة، وفي نفس الوقت حبة البركة دي ليه فيها غذاء مش قادرة اقول لكم، يعني مغذية، يعني حاجة كده مغذية جامد قوي للكبار والصغار، يعني فيها كمية غذاء كبير. المهم يا بنات دخلتها الفرن على درجة حرارة 200، الشبكة في النص، الفرن شغالة من تحت بس، مش مشغلة الشواية، فرن بس مش شواية. تمام. هنا بقى كنت بجهز بقى، جبت الأطباق بتاعتي وقلت بقى أنا هجهز ال الحاجة اللي أنا هقدمها مع خلية النحل لحد ما ايه، اللهم صل على النبي، لحد ما هي ما تستوي. فانا حطيت هنا جبنه في الطبق. تمام. وهبتدي بقى ان انا ايه اجهز معاكم زي ما انتم شايفين كده. جبت بقى الطبقين دولت، وقلت بقى ان انا احط فيهم اللهم صل على النبي، احط واحد فيه احط فيه لانشون، وواحد احط فيه شرايح الجبنه الرومي. تمام. زي ما انتم شايفين معايا بالشكل دوت. حاجات بسيطة جدا بتفرق وبتغير النفسية كده وبتغير المود. جربي بس كده ان انتي تقدمي الحاجة كده في حاجات بسيطة، حتى لو جبتي حاجات دي من الاطباق دي من النيش مفيش مشكلة، يعني التغيير ما بيبقاش كل يوم. تمام. يبقى كده جبنة رومي ولانشون وجبنة بيضة، وكمان حطيت عسل نحل زي ما انتم شايفين كده، وكمان حطيت اللهم صل على النبي ايه تاني، حطيت قشطة، وحطيت كمان شيبسي. دي الحاجات اللي انا قدمتها مع خلية النحل. بس يا بنات كده وخليت الناحيتين اهو زي ما انتوا شايفين بالجمال دوت، بجد شكلها رهيب، يعني زي ما انتوا شايفين كده شكلها اللهم بارك، جميل خالص. وحطيت بقى الحاجة حواليها، وكمان عندي العجوة دي عملتها بالسمنة، فبجد كان طعمها تحفة. جربوها تعجبكم جدا. اول ما تخرجيها من الفرن غطيها شوية 5 دقايق بس كده عشان تبقى طرية وجميلة. بصوا بقى عايزه اوريكم ان قلبها، بصوا قطنه ازاي، اللهم بارك زي ما انتم شايفين كده، بجد شكلها تحفه، في حلاوه وبالجمال، يعني في حلاوه وجمال زي ده، بجد تحفه. جربوا الطريقه تعجبكم جدا، اشوفكم على خير فيديو جديد، واتمنى لكم الستر والصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.